السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الجميع يكون بألف خير. استفتاء شعبي كبير أمس ترند في كل مواقع السوشيال ميديا. عرس أولاد الشهيد الزعيم الوالد أسطورة عفاش علي عبد الله صالح. يا جماعة هؤلاء الناس الحاقدين، هؤلاء الناس يعني اللي قلوبهم هكذا خبيثة. ايش في؟ ايش هذا الحقد يا جماعة؟ ليش ما تعترفوا بأن الناس بيحبوهم؟ الناس بيحبوهم وقد جت لكم سنوات طويلة وأثبتوا فشلكم. احنا ما نفعل يعني. ليش الحقد هذا يا جماعة؟ اعترفوا والله أن أنا أولا أبارك لهم، أبارك العرسان، ألف مبروك ويا رب حياة سعيدة وجميلة بإذن الله تعالى. هذه أسرة طيبة، أسرة طيبة، أسرة تشبهنا، تشبه أهالينا مننا وفينا. المفروض إن إحنا نكون يعني صريحين. هؤلاء اللي جالسين يغلطوا أنفسهم هؤلاء ناس محبوبين من الله. من أحبها الله أحبها الناس. خليتوا هذا عفاش مدري ايش، الله يرحمه، تخلد حبه في قلوب الناس. اعترفوا ليش القمر هذا، ليش الكابرة تأخذكم العزة بالإثم، وبعدين تشوفوا على تسامح في يوم. تسامح، ما فيش أي حقد على أي حد، بالعكس. وعلى فكرة اللي يدخل يقول بالطب لي ماش مصلحة، أنا ما فيش معي مصلحة، بالعكس. عادل السفير الله يحفظه ما هوش داري يعني، ما قد احتلت يعني موضوعي ان انا كنت اشتهي ارجع القناة وكذا، وسنوات طويلة. اليوم احنا في ذا من سنة من لما انا ما كنتش في القناة. يعني ما فيش معي اي مصلحة، لازم تركزوا ان الناس تحبوهم وهم ما يشتوش حاجة. ركزوا واعترفوا بالحقيقة، اعترفوا ان هؤلاء الناس محبوبين لوجه الله، بنحبهم لوجه الله، ما في قلوبنا شيء. انا من وانا طفله صغيره، هاي جميع من مصلحه وانا طفله صغيره الصوره الزعيم الله يرحمه كان ملانا البيت. لما كنت أصير بعد لما كبرت وبقت مذيعة كنا نصير حق 70، والله العظيم إنهم ناس مساكين ما فيش معهم حتى حق المواصلات ل70 يحبوه. هذا رئيس وانتو. وبعدين كانت منظومة متكاملة، يعني إذا قد فيش الفساد موجود في العالم كله. لو انتو بتتابعوا الأحداث في العالم كله وفي الدول كلها موجود الفساد وموجود يعني تحملوا شخص واحد مسؤولية حكومة طويلة عريضة ومسؤولية شعب طويل عريض. عموما محبوبين غصبا عن كل حاقد وحاسد. بعدين اسمعوا هذا حق الدقة حق الغاز يعني شوفوا حتى هذه إشارة من الله. احنا آخر مرة سمعنا هذا الدقة حق الغاز في اليمن متى؟ سنة كم؟ كنا في أمن وفي أمان، لكن قلة الخير وبعض الناس عملاء وخونة. ألف مبروك للعرسان، ولا يموت بغيظ كل حاقد وحاسد.